نبدا على بركه الله. بسم الله. هنايا جبت الطاجين، حنديروها غير في الطاجين، ما نديروهاش في الفرن، يعني هي كغاطان في الصح في الطاجين. جبت هنا، حطيت كميه قليله من الثوم، من الزيت عفوا، ومن بعد جبت كميه من الثوم، يعني مغرف كبيره عامره ثوم. الوصفه هذه تبغي الثوم باش تجيك بنينه. اللوبيا كنت قطعتها وغليتها ولا تفوريها كما تبغي، لازم يا تغليها يا تفوريها وتخليها على جهه، تكون ديت لها شويه تاع ملح وتخليها على جهه. بعد ما حمرت الثوم في الزيت، نحمرو، لازم نحمرو، ما نخليش حتى يحمر بزاف، يعطينا لون اصفر. بعد ما نحمروه حنجيب جوج حبات تاع طماطم، نبشرهم ولا نطحنهم ليك الاختيار، ونقليهم مع داك الثوم. ومن بعد نضيفوا اللوبيا كما قلت لكم. اللوبيا قطعتها، غسلتها، قطعتها ودرتها، انا غليتها، انت تبغي تفوريها كما تبغي، كل وحده كيفاش تبغي. دير لها شويه تاع ملح وتخليها حتى يدخلها الطياب. من بعد كما قلت لكم تضيفيها على الطماطم. هنايا عندي التوابل، القليل من الملح، كمون، بابريكا، كركم، فلفل اسود. هذا ما كان، يعني هذه هي التوابل اللي حديرها. نعرفوا اللوبيا باللي تبغي الكمون يعطي لها بنه مليحه بزاف. نخلطوا كل التوابل مع اللوبيا مليح، ومن بعد راح نجيب نغطيهم ونقص النار، نخليها طيب في هذيك لاصوص تاع الطماطم. ما ديري لهاش الماء، يعني اتونسيون تحطي لها الماء، لازم ما تحطي لهاش الماء. نقصي النار وتخليها طيب في هذيك لاصوص تاع الطماطم. هنايا انا كنت جبت جوج حبات نتاع بطاطا، طحنتهم اللي هي البطاطس، عفوا نقيتهم وقطعتهم وقليتهم، يعني لازم تقليهم، ما تحطيهمش مثلا فورين ولا مغلين، لا لازم تقليهم باش تعطي لك البنه. من بعد راح نغطيها ونخلي البطاطا تانية تدخلها شويه تاع لاصوص، بعد 2 دقائق برك. بعد نجيب 4 حبات بيض، نخلطهم مليح ونضيف لهم شويه ملح وشويه فلفل، ونضيفهم على البطاطا واللوبيا. الكيفيه هذه، الكميه هذه راح تكون لك 4 تاع افراد. من بعد نحط فرomاج رابي تاع البيتزا، نزيدها فوقها، لازم دير لها فرماج رابي باش يزيد لك بنه مليحه في الكراطان هذا. نضيف لها شويه معدنوس ونغطيها، ومن بعد تلقيها واجده وبنينه ما شاء الله. الوصفه هذه سهله، توجد معك بسرعه، ماشي تاخذ معك وقت. في نفس الوقت الكميه هذه راح توكل لك 4 تاع الافراد، يعني لو كنت تبغي ديري بزياده تزيدي. انا اللوبيا درت نص كيلو تاع لوبيا وجوج حبات تاع بطاطا. بعد ما كما قلت لكم ضفنا لها المعدنوس، غطيناها، وتاكليها بالصحه والهنا، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والسلام عليكم.